السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. منتخب مصر يعبر من الماتادور الأسباني وبيقدم لقاء جامد جدا جامد جدا عشان أولا طلعت مع أقوى منتخب على مستوى العالم، تصنيف واحد عالميا بدون أهداف، خرجت كلين شيت. ده اول انجاز انا عملته. تاني حاجه، انا عندي كرة في العارضه، لعبت شوط اولاني تقريبا الند بالند، يمكن انا الفرص بتاعتي اخطر منه الشوط الاولاني. الشوط التاني طبعا انا بذلت مجهود بدني الشوط الاولاني كبير جدا، فطبيعي ان انا هيحصل تراجع شويه، لكن مع تبديلات طبعا اسبانيا. لكن انا برضو فضلت واقف على رجليا، ومع الطرد برضه فضلت واقف على رجليا، مع اختلافي مع حسام في حاجات في نقط تانية كتير. بس خلينا نبقى بنتكلم كورة، نحط كده مشاعرنا على جنب، ولما بتكون بتحلل ماتش. النهارده انا شفت تكتيك، شفت فرقة، شفت كورة على قد امكانياتنا. ان انت تخرج مع اسبانيا مصنف تاني، هقولها الاول عالميا، اخرج بدون اهداف واخرج 0-0، ده نتيجه كبيره جدا لمنتخب. وبرغم ده انا شفت كوره، انا ما شفتش ان احنا مترصصين على خط الجون وبندافع بس. شفت تحولات وشفت، هنتكلم برضو في كذا حاجه. طيب خلينا نستعرض مع بعض التشكيل. النهارده بدانا بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، قمه التالق، لعيب كواليتي مختلف غير بقيه حراس المرمى اللي موجوده، واعتقد ان بنسبه 95% وان هو هيبقى حارس مصر في كاس العالم. اداء مش هايب، بيلعب اسبانيا، وكان الاختبار النهارده على قد المستوى، كان في ماتش تقدر فعلا تقيمه. والشوط الثاني هو نجم المباراه بلا منازع، اكتر من تصدي، مركز، فايق، تحركات، بياخد خطوات حلوه جدا. الكور العاليه كلها كان بيطلع بالبوكس على جنب. انا مصطفى شوبير النهارده 10 من 10. نيجي لاتنين مساكين، خلينا متفقين ان تقريبا هي دي التشكيله اللي هنبتدي بيها، باستثناء ان احنا هنضيف صلاح، لكن هي دي التشكيله اللي هنبتدي بيها كاس العالم مع شويه تعديلات بسيطه. حمدي فتحي، وواضح ان هو خلاص اجاد في المكان ده، ماتش السعوديه وخلاص هو حسام مقتنع بحمدي فتحي مساك. جنب تمركزاته لعيب ما بتحسش ان هو بيظهر في حاجات كتير، بس تمركزاته وتحركاته بتديله ادفانتج عن اي لعيب تاني موجود. مع المقاتل ياسر ابراهيم، النهارده عمل مباراه عاليه قوي قوي قوي، راجل مقاتل. ناحيه اليمين هاني بيأدي وما عندناش غيره، فمضطرين. ناحيه الشمال فتوح، اللي قدم مباراه من اعظم مباريات، حاجه كده من ريحه كان 21، من ريحه كده لما كان بيلعب قصاد المغرب وقصاد كوت ديفوار، الحاجه كده ايام كيروش كده، الراجل اللي هو الفنان. نص الملعب اتنين، مروان عطيه اللي قدم مباراه في نص الملعب. الراجل ممكن يكون في احنا ما خدناش بالنا، لكن احنا كان عندنا مثلثين، سواء هو او مهند لاشين، اللي بالمناسبه عمل شوط اولاني خرافي، هو نجم الشوط الاول مهند لاشين. خليني اقول لكم بقى الحاله الدفاعيه، وبعد كده اكمل التشكيل تاني، بس عشان احنا وصلنا في الحته دي وجبنا اسم الاثنين دول، سواء مهند لاشين او عطيه. طيب حسام كان عامل حاجه خدت بالك منها، الراجل ده اللي برضه بالمناسبه اسلام عيسى من نجوم المباراه، ان ما كانش هو بالنسبه لي رقم اتنين بعد مصطفى شوبير. الراجل ده قام بادوار دفاعيه رهيبه. الراجل ده كان بينزل هنا كده، فكان الاثنين مع فتوح. خد بالك ان ده كان بيلعب على مين؟ على يمين يمال، ها، احسن لعيب في العالم.
فكان ومروان عطيه بيضم معاهم، كانوا بيبقى 3 كده مثلث. انا كنت شايفه مثلث كده. طيب تعالى للناحيه الثانيه، هتلاقي المفروض ان كان زيزو يرجع. طبعا اقل لعيب انا شايفه في منتخب مصر النهارده هو زيزو، يرجع يعمل كده. بس طبعا هو ولا كان بيرجع ولا نيله، فكان المفروض ان ده مثلث تاني يعني على حسب خطه حسام. فده كده مثلث تاني، هاني مع زيزو مع مهند لاشين. طبعا ده كتيان وما كانش بيرجع، حتى لما كان بيرجع كان بيرجع كده ايه. فكان الاثنين دول بيبقوا موجودين، بس يعني كانت ماشيه، لان الجبهه دي يعني كانت اقل خطوره من الجبهه بتاعت يمين يمال. امام عاشور مختفي، لكن يظل لما بيمسك كرة في رجله انت بتحس بالخطوره. لعيب كواليتي مختلف. يعني امام عاشور الكرة في رجل انت تحب الكرة تجيله من اللعيب اللي عنده حلول، انت عارف انه هيعدي. فمع اختفائه الشوط الاولاني كتير، لكن لما بيمسك كوره كان بيبقى مختلف. خليني اقول لكم ان ده برده كان بيقوم بادوار دفاعيه. لما الاثنين دول كانوا بيتطرفوا عشان يعمل المثلث اللي انا كنت بقول عليه في الحاله الدفاعيه، ده كان بينزل هنا كده. طيب نيجي بقى لاخر واحد عندنا وهو مرموش. مرموش الشوط الاولاني كان بيضغط على الدفاع، طبعا هو بيلعب لوحده، احنا راميينه يا عيني جوه. عيش يا مرموش، حاول تلقط لنا اي حاجه يا ابني، يعني اللي يجي لك كده حاول تلطش لنا واحده. وفعلا واحده وراح لطشها، جت في العارضه. يعني ما يقدرش يعمل اكتر من كده، اداء ولا اروع. كنت بشوف ان تبديله صابر في الشوط الثاني كان المفروض تبقى يعني بدري عن كده شويه مكان زيزو، لان احنا بعد التبديلات نزل تريزيجيه. لما نزل تريزيجيه من اللعيبه الرجاله، لما نزل عمل شكل لينا. لكن زيزو لما جه في نص الملعب لا شكرا، لان ده مش هيعمل الدور اللي انا كنت بقول لك عليه، ان هينزل هنا يدافع في الحته دي، مش ده. فكان المفروض ان مع التبديله بتاعه هيثم كنت انت سحبت زيزو ونزلت صابر، بدل ما انت جبته هنا. صابر هيأدي لك المهام دي احسن 100 مره من زيزو. لكن اجمالا انا كنت مبسوط بمنتخبنا، مبسوط بادائنا. حسيت ان احنا في مدرب بره يعني قاري الماتش النهارده بشكل كويس. تقدر النهارده ان انت تقيم منتخبنا وما تقولش ان احنا كسبنا السعوديه عشان السعوديه وحشه، او عشان احنا يعني كنا فايقين وماتش وعدى. ماتش النهارده بيقول لك ان احنا ان شاء الله نامل ونتمنى ان احنا نقدم اداء جيد في كاس العالم، وخصوصا ان انت هيبقى عيب ان انت لو ما صعدتش من المجموعات. انت السنه دي هيطلع اول وتاني وهيطلع 8 توالت من ال 12، فعيب قوي ان انا ما صعدش. يعني فالصعود ده في كاس العالم اللي جاي ده زي السلام عليكم. فانا مش اوبشن ان انا ما اصعدش، يعني مش انجاز ان انا بصعد. هو الانجاز فيما بعد ما اصعد، ان انا لان انت طبعا انت الاول مره يبقى دور ال 32، كان عيب ان انا اخرج من دور ال 32. ما انا السنه اللي فاتت في 2018 لما خسرت وطالع صفر، ما انا خسران بطلع من دور ال 32. الانجاز بقى ان انا اطلع من دور ال 32 لل 16، هنا ابتدي اقول لا احنا عملنا حاجه. قبل كده ما تكلمنيش ان احنا عملنا حاجه. احنا 48 منتخب، يعني انت ربع القاره بتلعب في كاس العالم. الانجاز ان انا اوصل دور 16، اوصل دور الثمانيه، هنا اقدر اقول انا عملت انجاز في كاس العالم. مليون مبروك لمنتخبنا، اداء جيد، نفتخر بادائنا النهارده، ونتمنى ان احنا نشوف الاداء ده في التجربه الاخيره ماتش البرازيل قبل كاس العالم، واولى مبارياته مباراه بلجيكا. اشوفكم على الف خير، سلام.